ومن جملة هذا الرشوة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبها، لعن الله الراشي والمرتشي. وللأسف تفشت هذه الخصلة الذميمة في مجتمعات المسلمين وإلى التنصل من الشريعة. وللأسف خوارج هذا العصر هم أداة قوية في يد الماسونية لإسقاط هذه الدولة، إسقاط التوحيد والإسقاط الشريعة تحت دعوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن صيانة وحفظ المال له أهمية في الإسلام، فقد جاءت الشريعة الإسلامية كتابا وسنة ببيان أهمية حفظ المال وأهمية الحصول عليه من الحلال، وبيان حرمة التعدي على هذا المال سواء كان من الأموال العامة أم كان من الأموال الخاصة. والأخطر هو التعدي على الأموال العامة التي لا تخص أحدا بعينه. ومن النصوص التي تبين حرمة المال أن الأصل في الأموال أي التي هي ملك لشخص بعينه أو ملك لعامة المسلمين هي للدولة، الأصل فيها التحريم. حديث أبي بكرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبالنسبة للمال العام ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو فرس له حمحمة أو شاة لها ثغاء. هذه كلها أصوات لهذه الحيوانات. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أي حرمة هذا. هذه أمثلة طبعا لبعض الأموال التي كانت مشهورة عند العرب، لكنها ليست قاصرة على هذه الأموال. طبعا المال في الإسلام معناه أعم من هذه الفلوس اللي النقدية. هذه الأوراق النقدية هي جزء هي نوع من أنواع الأموال، لكن المال في المعنى الشرعي هو أعم. المال في المعنى الشرعي على قول جمهور العلماء هو كل ما ينتفع به من الذهب والفضة والنقد. والنقد طبعا الأصل فيه عند المسلمين كان الذهب والفضة، هذه الأوراق
التي استحدثت هي جاءت فرعا عن الغطاء الذهبي والفضي، وهي لا قيمة لها في نفسها إلا ما تتقوم به من الذهب والفضة. هذا هو الأصل في المال. ويدخل في هذا الأنعام، البعير، الشاة، الجاموس والبقر، كل هذه تسمى أموالا. طيب، فالمال هو كل ما ينتفع به شرعا. فمن أخذ مالا بغير حق من المال العام، سواء كان نقدا أم كان ذهبا أم كان غير ذلك، فقد وقع في كبيرة من الكبائر، وهو معرض لهذا الوعيد الشديد يوم القيامة. ومن جملة هذا الرشوة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبها، لعن الله الراشي والمرتشي. وللأسف تفشت هذه الخصلة الذميمة في مجتمعات المسلمين، في جل أو أغلب المصالح والهيئات إلا ما رحم الله. فصار يعيش البعض على هذه الرشوة للأسف، يعيش على المال الحرام. وثم فرق بين أن تهب فلانا مالا بطيب نفس نظرا لما ترى من حاله من فقر أو ضعف أو مسكنة، دون أن يطلب هذا، ودون أن تتشوف نفسه لهذا، ودون أن يحتال لأخذ هذا عن طريق التهديد بعدم أداء هذه المصلحة، سواء كان تلميحا أم كان تصريحا. لا بأس إن رأيت أحد إخوانك في هذه المصالح وتعلم أنه فقير ويحتاج، لكن لا تعطيه من أجل هذه المصلحة. فكيف إذا تشوف أو تشوفت نفسه أو سعى إلى الإضرار بك أو الإضرار بمصلحة عامة للدولة من أجل أن يأخذ هذا المال أو أن يختلس؟ هذه قصة أخرى أكبر. وبهذا تقل البركة. نعم، الناس بعضهم في حاجة، لكن لن تقضى له الحاجة بهذه الرشوة وبهذا الاحتيال. بل تمحق بركة المال بهذه الأساليب. ومن أجل حفظ حرمة الأموال الخاصة والعامة جاء الوعيد والحد على السرقة، فكان حد السرقة شديدا للزجر والحفظ الأموال وصيانتها. فكما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله نكالا، جزاء بما كسب نكالا من الله، جزاء بما كسب، جزاء وفاقا. فقطع يد السارق ليست ظلما، لأنه هو الذي سرق بها. وإذا تم تطبيق هذا الحد أمن الناس على أموالهم. ولا نسمع مصطلح مسجل خطر، ما في مسجل خطر في الإسلام. نعم، قد يسرق مرة أخرى حتى إذا قطعت يده فتقطع الثانية، وبهذا ينزجر جل اللصوص والسارقين. وهذا مجرب في المجتمعات التي طبقت هذه الحدود. فأمن الناس على أموالهم. فلما قامت الدولة السعودية الثالثة بإمرة الملك عبد العزيز الفيصل رحمه الله تعالى وطبق الحدود، وقبل هذا أقام التوحيد، قبل أن يطبق الحدود أقام التوحيد وصحح العقيدة وطهر مكة والمدينة وما حولهما في الحجاز من الشرك والوثنيات والقبور التي كانت تعبد من دون الله. في داخل مكة كان يعبد الأموات،
وفي داخل المدينة، فطهر البلاد من هذا الشرك والوثنية، وأعاد التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفائه. هذه خلاصة دعوة محمد بن عبد الوهاب التي يسمونه بالوهابية. محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء جديد، إنما أتى بالتوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادت بلاد الحرمين إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بغض النظر عن الملابسات التي الآن غزت بها الماسونية البلاد. والماسونية التي خلفها اليهود يريدون أن يعيدوا هذه الدولة السعودية مرة أخرى إلى الوثنية وإلى التنصل من الشريعة. وللأسف خوارج هذا العصر هم أداة قوية في يد الماسونية لإسقاط هذه الدولة، إسقاط التوحيد والإسقاط الشريعة تحت دعوة أنهم ينقضون آل سعود. نعم ماشي، النصيحة مطلوبة، لكن النصيحة تكون بالطريقة الشرعية التي يكون بها الإصلاح، ليس بالغل والحقد الذي في القلوب. إنهم يفرحون أن تسقط هذه الدولة، يفرحون أن يتملكها اليهود وأن يدخلوا فيها الماسونية وأن يدخلوا فيها التحلل والإباحية، يفرحون بهذا خوارج العصر، بل هم يسعون إلى هذا. وما أريد أن أخوض في أمثلة الآن، لكن الشاهد نعود إلى موضوعنا الرئيسي. فالملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أقام التوحيد وصحح العقيدة وأقام الحدود ومنها حد السرقة وحد الزنا، كان يمشي الماشي أو يسير المسافر آمنا في كل مكان، بل يترك أحدهم ماله حاجاته في الطريق، يأتي يجدها كما هي، لا تمتد إلى يد سارق. أمن الناس قبل أن يقوم عبد العزيز بجمع البلاد تحت راية واحدة وبتطهير البلاد من الوثنية والخرافات والظلم والاضطهاد. ما كان يسلم فوج من أفواج الحجاج إلى من رحم الله من قطاع الطريق واللصوص، حتى ضرب بعض الكفار الذين زاروا البلاد بعد أن طهرها عبد العزيز المثل بالأمن والأمان الذي لم يره مثله من قبل في هذه البلاد. وكتبوا هذا في مؤلفات خلدها التاريخ. هذا مثال حي لمجتمع آمن خلا، ولم لا يخلو بالكلية طبعا، كان يوجد، ولذلك كان يوجد لصوص، لكنهم قلوا كثيرا وضعفت شوكتهم، وصارت الهيبة للدولة بهذه الحدود الشرعية. ونحن هنا في مصر نعاني السنوات الطوال منذ أن توقف تطبيق الحدود، هذا توقف من سنوات طويلة، حتى في خلال هذه الدولة العثمانية التي يتباكى عليها الخوارج. هي أول من أدخلت القوانين الوضعية لبلاد الإسلام، هم الذين أدخلوا القوانين الوضعية وأوقفوا الحدود، هم قبل أن يسقطهم الإنجليز ومن عاونهم من اليهود. ولي بحث في هذا بعنوان تسرب القوانين الوضعية للدولة العثمانية، وأشهرها قانون سليمان نامة أو قانون نامة لسليمان القانوني. هو أول من أدخل القوانين الوضعية من سلاطين الدولة العثمانية، هو الذي رسخها في بلاد الإسلام للأسف، حتى تمكن الإنجليز من تقنينها وتمكينها من جل البلاد خاصة مصر. هم الذين أدخلوا هذا إلى مصر وإلى غيرها من بلاد الإسلام، الإنجليز والفرنسيون، وخدعوا المسلمين بأنها هي التي توافق وتواكب روح العصر. وهم يعانون في مجتمعاتهم من المصائب التي نقلوها إلينا. فنحن الآن نشتكي من إهدار المال العام بالملايين بل بالمليارات، ومن بعض السرقات المخصوصة، إن كانت الحمد لله يعني برضو وجود السلطان وإن كان لا يطبق الحدود له هيبة. الأمن والأمان الذي يسعى بعض المخربين لإزاحته
بعض المخربين ما زالت رؤوسهم تسعى أن تزيل عنا الأمن والأمان عن طريق الانسياق خلف مخططات الصهيونية ومخططات الشيعة الرافضة الذين يريدون إزالة الأمن والأمان عن مصر بأي طريقة وبكل الحيل والاحتيال، حتى حوطوا الثغور المصرية بالنار والحروب من كل مكان سعيا للانقضاض الذي الدولة أن يغيظهم أن تتقدم وأن ترتقي. فاعرفوا وانصحوا. ولي الأمر هذا والحاكم يحتاج إلى نصيحة وإلى بطانة صالحة تعينه، لا أن تكون عونا ضد ما يقوم به من الإصلاح. يكون عونا على الإصلاح، عونا على النصيحة بالتي أحسن، ليس بطريقة هؤلاء السفهاء اللي هم ذباب الإنترنت، هؤلاء ولا الذباب الإلكتروني يسمونهم، الذباب الإلكتروني هذا الممول من قبل مخابرات الدول المعادية لإسقاط هذه البلاد تحت دعوة الحرية والثورة والشعارات الخائبة التي هم لا يطبقون شيئا منها إلا في بلاد المسلمين. فاتقوا الله عباد الله. نعم، إقامة حد السرقة هذا أمر مطلوب شرعا، ونسأل أن يوفق ولاة الأمر إلى القيام به إن أرادوا بالفعل تطهير المجتمع من اللصوص والسراق، خاصة للمال العام الذي به تتبدد أموال الدولة، أموال المسلمين. الزجر لن يكون إلا بهذا. لو قطع يد سارق واحد لكانت الهيبة وانتشر الأمن والأمان، وغاض اليهود والأمم المتحدة التي تريد أن تستعبد المسلمين بأموالها. وكان أبو العلاء المعري من شواذ أقواله أو من ترهاته التي أخذت عليه أنه كان يقول: يد ب500 عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض مالنا إلى السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. يشير المعري أبو العلاء إلى أن اليد إذا كانت في الدية، إذا دفعت لها الدية، إذا تعدى أحد على أحد فأصاب يدا من يديه، يعني قطع مثلا 5 أصابع مثلا لواحد مجرم، فيقتص منه هذا القصاص، حكم مثل قطع يد السارق. القصاص إما أن يقتص بأن تقطع يده مثلما قطع يد الذي قطع يده، أو أن يدفع الدية، والدية تقدر ب500 دراهم ذهبية ونحو ذلك. فالمعري يتساءل طبعا والعياذ بالله كأنه يعترض على حكم رب العالمين: يد ب500 عزجد وديت، يعني وديت بهذا المبلغ الكبير أي في الدية، فما بالها قطعت إذا سرقت ربع دينار. هذا أقل نصاب السرقة على قول طائفة من الفقهاء منهم أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حد هذا حد. فيتساءل كيف تقطع في سرقة ربع دينار وتكون ديتها الدية 500. فأجابه أحد العقلاء الفقهاء قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت لها قيمة عالية هذه اليد، فكان ديتها 500، لكن لما خانت وسرقت صارت هينة لا قيمة لها فقطعت في ربع دينار. فتطبيق الحدود ومنها حد السرقة
من أعظم أسباب حفظ الأموال في المجتمع المسلم وفي كل المجتمعات، والكفار بعضهم يعلمون ذلك، لكنهم العقلاء منهم يعلمون ذلك أهمية الحدود، لكنهم لا يريدون أن تعود الأمة إلى عقيدتها وشريعتها، بل هم يسعون إلى إزالة هذا عن بعض البلاد التي ما زالت عندها نوع تمسك بالعقيدة، نحو السعودية. يريدون إدخال الفساد بكل صوره في كل البلاد، حتى يصير أو يأتي جيل، حتى يصير جيل لا انتماء له. وبهذا يسهل تفكيك هذه البلاد بعد ذلك. وهذا الذي أرادوه أو صنعوه في مصر منذ أكثر من 100 سنة. الإنجليز ما خرجوا من مصر إلا وسعوا إلى تفكيك العقائد والأخلاق ونشر الرذيلة بكل صورها في داخل الديار المصرية. نعم، نعوذ بالله من مكر وشر هؤلاء. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد اشترط جمهور الفقهاء لإقامة حد السرقة شروطا، منها وأولها أن يكون المسروق مالا، أي شرعا، وكل ما ينتفع به الناس، ويدخل في هذا المنافع المعنوية، ويدخل في هذا كذلك ما جد في الزمن المعاصر مما يسمى بالحقوق المعنوية، نحو حق التأليف، حق العلامة التجارية. إذا سرقت وثبت هذا بالدليل أو بالاعتراف، أو يعني البينة أو الاعتراف أو نحو ذلك من الطرق الشرعية، يقام حد السرقة على صاحبها. ثانيا، أن يبلغ هذا المال النصاب الشرعي، والذي ذكرنا أن أقل حد في النصاب على الراجح على قول الجمهور وربع دينار فصاعدا، وقيل 3 دراهم، يعني في هذه الحدود لحديث عائشة. الشرط الثالث الحرز، أن يكون هذا المال محرزا، ليس مثلا ملقا في الطريق أو فيأتي اللص أو السرقة يأخذه من الحرز. والحرز هو يعني كما قال الفقهاء كل ما نصب عادة لحفظ مال الناس، نحو الخزينة، نحو شيء مغلق له مفتاح، له شيء محرز. نعم. ومن المسائل المتعلقة بهذا، والتي قد يعني تعد من الأمور التي تمر كثيرا خاصة في المال العام، إذا اشترك جماعة من اللصوص في سرقة ما، سواء كان السرقة مالا عاما أو كانت مالا خاصا، جماعة، ولم يباشر جميعهم، إنما اشتركوا على اختلاف أدوارهم، هل يقام الحد على جميعهم أم على الذي أخذ المال بيده؟ اختلف الفقهاء في هذا، فذهب مالك إلى أنه يتم قطع يد الجميع، وإن لم يشتركوا جميعا في نقل المسروق. قد يكون فلان يقود السيارة فقط ينتظرهم، وفلان يؤمن الطريق، والثالث هو الذي دخل وأخذ المال من الحرز. فمالك يذهب إلى أنه تقطع يد أيدي الثلاثة، وذلك قياسا على الاشتراك في القتل. إذا اشترك 3 أو أكثر أو جماعة في قتل فلان، واحد أمسك والثاني مثلا كان يؤمن المكان أو يربطه، والثالث هو الذي باشر القتل، يقتل 3 على الراجح، منهم شاركوا أو باشروا، وإن كانت هذه المباشرة ليست مباشرة، يعني أقصد اشتركوا في الحرص على قتل هذا. كذلك السرقة، هذا هو الراجح قول مالك، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى خلاف ذلك، ولكن الراجح ما قاله مالك.
وهناك يعني عدة حالات أو صور في هذا الباب يطول طبعا الكلام في ذكرها، نحن نشير فقط إشارة. وأن يشترط في السارق حتى يقوم عليه الحد أن يكون بالغا، يعني بلغ الحلم، أن يكون عاقلا، وأن لا يكون وليا على المسروق منه. يعني الأب لو سلمنا أنه سرق مال ابنه ولا يحد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فالجمهور ذهبوا إلى هذا الحديث. نعم قد يعذر قد، لكن في الأصل أنه الأب لا يحد على هذا. اختلفوا أيضا في مسألة القتل، وليس المقام مقام تفصيل في هذا. نعم. وكما قلنا أن يكون كذلك السارق أن لا يكون الذي سرق منه عبدا له، طبعا على وجود أحكام الرقة التي طبعا انتهت، أو يعني نقول إنها صارت مهجورة بسبب ترك الجهاد طبعا الشرعي، ليس جهاد الخوارج، هو جهاد الجماعات هذه والأحزاب التي هي في أيدي الصهيونية تلعب بها تحت دعوى الجهاد. كذلك يشترط في المسروق أن يبلغ النصاب كما قلنا، أن يكون قابلا للملك والبيع، ألا يكون للسارق فيه شبهة امتلاك أو شبهة ملك. قد يكون سارق لشبهة أن هذا يعد مالا له لم يقصد يعني، لكن القاضي يحكم أنها سرقة لكنه عنده شبهة في سرقة هذا المال تحت دعوى أنه له حق فيه أو يملكه، فلا يكون في شبهة في هذا المال. أن تكون السرقة لهذا المسروق من الحرز كما قلنا. فهذه كلها ضوابط تبين لنا أن حد السرقة ليس مما يظن البعض يطبق هكذا عشوائيا، لا، هناك ضوابط وقيود شديدة، كما هو الحال في الزنا. فلا يقام حد الزنا إلا بشهادة 4 شهود أمناء. لو جاء 3 فقط لا يقبل قولهم إلا بأن يأتوا برابع رأى جريمة الزنا وشهد بها، إلا أن يكون الزاني اعترف. طبعا اعتراف الزاني أو الزانية به يقام الحد بدون شهود، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد على من اعترف من الزنا. ويعني الكلام في هذا يطول، أما أردت أن أشير إشارات سريعة إلى ما به يتم حفظ الأموال العامة والخاصة، وإلى قيمة وعظمة الحدود الشرعية في تحقيق الأمن والأمان في المجتمعات. نسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إقامة الحدود، إلى تطهير البلاد من الوثنيات والخرافات والشركيات، ومن إقامة شرع الله، من إقامة الكتاب والسنة الذي به يتحقق الأمن والأمان لعامة المسلمين في كل البلاد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.